سلام، بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام على أزكى وأشرف خلق الله. إن شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم لاغوتين تاعنا لنهار اليوم ولا وصفتنا لنهار اليوم بكل فرح وسرور وسعادة إن شاء الله وصحة جيدة. اليوم راح نحضر معكم هذه البالونات السحرية الرائعة والعديد من الوصفات الجد اقتصادية بنينة ما تصدقوش كدوه. أول حاجة راح نبدأ بهذه البالونات السحرية اللي هي وصفة جد لذيذة والله يا البنات، صدقوني غير كي درتها شوكيت. يعني هذه النتيجة من مكونات يعني كي تشوفوه موحدكم تعرفوا والله من أبسط المكونات، لا حليب لا بيض لا حتى حاجه. هنا حطيت كاس تاع سكر مع نصف كاس تاع الماء، حطيتهم على النار، نديروا لهم رشه تاع ملح فقط باه تتوازن النكهات، ونفوتوا المكونات العجين. عندي زوج كيسان نتاع الفارينه اللي هما 250 غرام، اللي عندها الميزان تحب توزن، ولا ديري زوج كيسان نتاع يعني نتاع الكازوز عادي ولا نتاع العبار عادي. درت 3 ملاعق تاع الزيت. بالنسبه للزيت ديري اي زيت متوفره فقط، ما ديريش زيت الزيتون. هنا درت زيت المائده، تقدري ديري الزيت المتوفره عندك. هنا البنات راح نديروا برش تاع ليمون ولا غير شويه برك تاع البرش تاع الليمون. بالنسبه لهذا لاصاص تاع الليمون راح تمد لك كو يهبل في هذا التحليه في هذا الحلوه تاعك. تقدروا ديروا ملعقه تاع خل ولا ديروا كيما درت انا رشه تاع الليمون. ما نكذبش عليكم ما كانش الخل متوفر، على بها درت الليمون. نتوما عندكم الخل ديروا الخل، عندكم الليمون ديروا الليمون. درت قرصه صغيره ولا ربع ملعقه تاع الملح فقط باه نوازنوا بها المكونات نتاعي. راح ندير نصف كيس تاع الخميره الحلويات ولا الخميره الكيميائيه اللي ما يعادل 5 غرام. نتوما تقدروا ديروا نص، تقدروا توزنوه، يعني ماشي مشكل اذا فتي ولا نقصتي شويه، ما كانش حتى مشكل. هنا البنات راح نخلط كامل المكونات مع بعضهم، يعني نحاولوا ندخلوا هذيك الزيت في المكونات باش كامل تجينا كيف كيف ولا تجينا كامل مسمده على ضربه. ما تنساوش جاموا اشتراك للقناه وكلمه طيبه كيما نتوما في خانه التعليقات. هنا التليفون راهو طاح لي، وما تنساوش تخليوا لي اي ارائكم في التعليقات، وخليوا لي كل شيء، يعني اي حاجه تحبوني نشاركها معكم خليوها لي في التعليق. هنا البنات نحيت كامل هذيك سباتيول وبديت نخدم بيدي. راح نجيب كميه تاع الماء بدرجه حراره الغرفه. راح نبدا نلم العجين تاعي كيما راكم تشوفوا، ما درت فيه لا بيض لا زبده لا حتى حاجه، يعني مكونات نتاعها جد بسيطه جدا. اللي عندها نشا البنات تنحي مغرف تاع الفارينه تعوضها بمغرف تاع نشا راح تبدل لك قرمشه احسن واحسن. انا ما كانش متوفر عندي نشا، ما درتش بالنشا، مديتها لكم. يعني البنات تقدروا تحضروها من مكان والو. خلاص راح نبدا نلم العجين وفي نفس الوقت نعجن. يدي مني حوالي 4 دقائق فقط باه نلم العجين، ما يكونش يابس بزاف وما يكونش مطلوق بزاف ولا مبلول بزاف. يعني العجين تاعك كوني حريصه انه يعني ما تلوحيش الماء على ضربه باه ما تفوتيش يعني العجين تاعك تفزديه، ونلمو حتى يعني نتحصلوا على قوام يعني يكون املس. كما راكم تشوفوا العجين تاعي راهو ادخلته كامل المكونات نتاعي وتحصلت على هذا العجين الرائع. راح نبداو نشكلوه. هنا البنات جبت البلون دو طرافاي تاعي اللي حنخدم به، راح نديرو رشه خفيفه برك تاع الفارينه باه ما يلصقش هذا مكان، ونبداو نعجنوا. وهنا درت بزاف يعني على كل حال. المهم نبداو نعجنوا هذيك العجينه تاعنا، نحاولوا نحلوها. هنا البنات انا ما خليتهاش تروبوزي، نتوما من المستحسن ومن الاحسن انكم تخليوها تروبوزي باه يعني كي تكوني تخدمي بها تمشي معك. انا كما راكم تشوفوا انا نجبد هي تجبد، على خاطر ما خليتهاش كامل تروبوزي، غير كملت بديت نخدم بها لانه جات في خاطري حاجه حلوه، ما كانش حاجه راح تحبسني على بها. يعني البنات ما مديتلهاش الوقت، غير خليها تروبوزي 5 مينوت راح تاخذ معاك، يعني تمشيها كما يحب الخاطر. ومالغريتو كما راكم تشوفوا يعني ما عانيتش معها بزاف. مي والله البنات انا نجبد هي تجبد، مي من المستحسن تخليوها كما قلت لكم تروبوزي احسن واحسن. البنات ما تنساوش تشاركوني في ارائكم، انواع الروتينات اللي تحبون نشاركهم معكم، انواع الوصفات، يعني اي حاجه تجي في خاطركم. يعني ما تبخلوناش بارائكم في التعليقات، يعني التعليق ما ينقص منك والو، مي انا اكيد راح يخليني نعرف يعني الجمهور تاعي واش يحب. هنا كما راكم تشوفوا البنات القوام نتاعها يعني ولا السمك تاعها ما يكونش رقيق بزاف وما تكونش في نفس الوقت معجنه بزاف. بالنسبه لهذه يعني الحلوه البنات صدقوني راح تعجبكم، مهما كانت النتيجه نتاعها راح تعجبكم، لانه ما شاء الله يعني القرمشه نتاعها وهذاك التركيبه تاعها ولا ستركتور تاعها ما شاء الله بنينه يا البنات لدرجه ما تصوروهاش. انا جبت هذا العلبه البنات اللي هي تاع لي كيردون. نتوما يعني تخدموا باي حاجه متوفره عندكم. قصوها شكل مربع مثلث، ديروها دائري شكل ورده كما يحب الخاطر تاعكم شكلوا. انا فقط كان متوفر عندي هذا المول، درت عفوا هذه العلبه درت بها. تقدروا ديروها من بالكاس، يعني بنهايه الكاس ديريها باللي عندك، يعني قطعيها كما يحب الخاطر. ما تقدري تقطعيها من بالموس، يعني تمشي خطوط من بعد تمشي في الطول من بعد في العرض، ديري على شكل مربعات ومستطيلات. يعني بالنسبه لهذه الحلوه يعني درتها للدار، ما كانش يعني البريستيج بزاف، درتها فقط باه نشاركها معكم.
قلت والله نديرها مرات نحوسوا على تحليات ولا حلوه تكون اقتصاديه، ما نلقاوش وصفه. هذه الوصفه كاع عجبتني درتها معكم. كي راكم تشوفوا البنات هنا الحبات نتاعي راهم واجدين. حطيت كميه تاع الزيت تسخن، من بعد نبدا من المستحسن هنا البنات راني حطيت في الزيت بارده نوعا ما، على بها البنات هنا ما طلعتليش الحبات الاولين ما طلعوليش كيما يحب الخاطر، ما لقريتو جاو حتى هذو بنان بزاف. من المستحسن انك تخلي الزيت تاعك يعني تسخن مليح، يعني غير تلوحيها تكون الزيت تاعك يعني اطفيض، يعني تسخن مليح باش ترشي من فوقها ولا تحطي من فوقها الزيت تبدا تنتفخ وتشكل لك هذيك البانونه من الفوق. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه البنات، والله حتى اذا عندكم مكونات واحده اخرين ديروها بهذه الطريقه راح تعجبكم، يعني النتيجه تاعها جد رائعه وفي نفس الوقت سهله سريعه التحضير. يعني ديريها من الاولاد نتاعك تفرحي بها الاولاد، ديريها مع القهوه مع المشروبات، يعني امام الضياف الغفله البنات والله تحمري بها وجهك، يعني مالقري ما فيها والو، يعني سهله بمعنى الكلمه. كي نقول لك اقتصاديه انا ما نلعبش معك، يعني كي نقول لك اقتصاديه راهي اقتصاديه جدا. وراح نشارك معكم حلويات واحد اخرين اقتصاديين كما راكم تشوفوا الفقاعات البنات راهم بداو يتشكلوا، بقاو قلبوا فيهم هكذا يعني ينتفخوا لك من الداخل يوليو خاويين، ومن البرا يبقاو يعني يبقاو لك الشكل تاعهم منظم، وفي الداخل تلقيهم ما شاء الله خاويين خلاص غير تكريسيها تروح كامل. وراح نبقى نحط عليهم الزيت بهذه الطريقه باش يعني كما راه بالكم يعني ما حطيتش فيها كامل السكر في العجين باش هكذا طيب لي على مهل، يعني حتى كي طيب كي تحمر ولا تدي اللون الاصفر راهي طايبه، يعني ماشي تروحي تحطي لها السكر بزاف من الداخل ولا تحطي فيها السكر ثم تقيسيها تحمر، يعني السكر عن بالكم باللي يحرق ولا يحمر لك ثم الحاجه بلا ما طيب لك مليح. هكذا البنات من جهه العسل تاعي راهي واجده، بعد ما طيبتهم راح نعسلهم اكيد في هذاك العسل. من بعد تحصلت على هذه النتيجه الرائعه جدا، والله يا البنات من ابن والذ الحلويات اللي جربتهم، يعني صدقوني البنات ان شاء الله تجربوها بالطريقه تاعي وان شاء الله تنال اعجابكم وتردوا لي ارائكم. كما راكم تشوفوا تبقى الداخل خاويه، تقدروا ميم تحشيوها ديروا لها ثقبه من الجهه عفوا ولا من الجنب وحشيوهم من الداخل. هنا زينتهم بشويه، يعني نص زينته بشويه تاع السكر كلاص ولا السكر ناعم، وشويه ذوبت شويه تاع شوكولا في هذيك العسيله اللي بقات لي من التحت، عفوا اللي بقات لي في نهايه الكاسرونه تاعي، وزينتها من الفوق هكذا باه يعني ندير فقط خطوط تاع شوكولا هكذا باه يعني المنظر فقط لا اكثر ولا اقل. بالنسبه للقوت تاعها تجي بنينه مالغري واش تحطي معها، يعني زينيها كما تحبي ترشي عليها شوكولا من الفوق، تحبي تخليها يعني ما فيها حتى تزيين ما كان حتى مشكل. وما تنسيش البنات راح ترافقوها بشويه اتاي ولا ترافقوها بشويه تاع يعني اي حاجه يعني متوفره عندكم، مشروب اللي تحبوه مع العشيه ولا مع الصباح، وراح يجيوكم يعني من ابن الوصفات. وخبيهم ثاني شهر رمضان مرات، يعني اخي بالكم باللي شهر رمضان مرات والله يعني ما نلحقوش حتى نشريو هذيك الزلابيه من الغلا تاعها، يعني هذه الحلويات هذو تلقيهم في شهر رمضان الكريم فقط. انت في الوقت هذاك زيدي حبه تعبيض وراح تجيك النتيجه احسن واحسن. انا درتها مع مشروب، بالنسبه للمشروب تاعي درتها مع الجو تاع الرمان بالحليب، يعني هنا حطيت كميه تاع الحليب. بالنسبه معجون الرمان راني شاركته معكم في وصفه في فيديو سابق، يعني نوجدوا وكي نحتاجوا نخرجوا. درت شويه برك تاع الرمان من الفوق، يعني من هذاك العسيله تاع الرمان ولا هذاك المربى تاع الرمان اللي حضرته، وحطيت لها يعني شويه تاع الماء هكذا باه تجيني يعني ما تجينيش يا اوش تجيني ثقيله بزاف، حبيتها تجي يعني مشروب يكون خفيف. ان شاء الله يعني تشوفوا من لا فيديو تشوفوا لا غوسات تاع المعجون الرمان ولا مربى الرمان. هذه من التحضيرات اللي نحضرهم شهر رمضان الفضيل ونحضرهم الكامل الفصل تاع الشتاء، يعني الموسم اللي يكونوش فيه الفواكه تعوضيه بهذا الحوايج، يعني معجون عفوا التفاح، يعني كاين بزاف اللي غوسات راني شاركتهم معكم من قبل في فيديو خاص بتحضيرات الشتاء وشهر رمضان الفضيل ان شاء الله. وراح نشارك معكم في فيديوهات قادمه ايضا افكار يعني وحوايج راح تستفادوا منهم بزاف. قدمته مع هذا المشروب والله جابني بزاف ما شاء الله، يعني القوت تاعو اللي ذاقه كامل اعجبه. راح نحضر معكم واحد الحميه البنات ما شاء الله، يعني من ابن والذ يعني الوصفات اللي ديريهم اون ديري راكي مدايرته يعني في المردومه ولا محمرتيه في تحت الارض ما شاء الله يجي بنين يا البنات. قد ما نحكي لكم على البنات تاعو والله من ابن والذ الوصفات بلا حتى قطره تاع الماء، يعني اللحم مجمر في الكوكوط يجيك ما شاء الله تقول في الافران الخاصه بالمطاعم الفاخره. هنا حطيت البنات لي مرسو تاعي تاع اللحم كما راكم تشوفوا حطيتهم يكونوا كبار، انتم تقدروا تقطعوهم تقصوهم باه يعني ينقص لكم مده الطهي، انا فقط درتهم كبار هكذا يعني باش يطيبوا لي
كيما يحب الخاطر. حطيت التوابل، حطيت شويه تاع جombo، شويه تاع كمون، شويه تاع فلفل كحل، شويه تاع كركم والملح. بالنسبه للجombo ما تحيروش كامل، راني نديرو حتى يعني قريب نطيب الحليب تاعي بجombo، يعني انا ما نعرف ادمان ولا واش، المهم نحب جombo بزاف. هنا راح نحط هذه المكونات نورمالمون يخلصوني الشركه تاع جombo. راني يعني ملي تبداو الوصفات تاعي كل شيء نحط فيه جombo، راني دايرت لهم اشهار مجاني، يعني الناس كامل راح يعشقوه في جرتي. هنا البنات راح نحط ملعقه صغيره تاع الزيت، تقدروا تستغناو عليها مادام اللحم فيه شويه شحم، يعني ما تخافوش كامل راح تجيكم بنينه. انا درت فقط يعني حوالي ملعقه ونصف نتاع الزيت، وحطيت هنا شويه تاع ثوم كانت في الكونجيلاتور، قطعتها قصيتها دي مورس ويكونوا صغار. انتم يعني هذه حاجه اختياريه، تقدري تضيفي الثوم تقدري ما تضيفيهاش. امام تقدري هذه الوصفه البنات ديروها غير بالملح، يعني الملح فقط واللحم وتحطيها طيب. مي انا نحب التوابل، نحب يعني نحب النكهات. انتم كل وحده وكما تحب، وكل وحده يعني والذوق نتاعها. هنا البنات كما راكم تشوفوا يعني هذو المكونات ما خلطتهم ما قستهم، يعني كما راهم هكذا نغلق عليهم الكوكوط فقط. راني نقص شويه في الثوم، يعني طولت عليكم شويه سمحوا لي. فقط تقدروا ثاني تحطوا معها حبه تاع فلفل، بالنسبه للناس اللي يحبوا الحار تقدروا ديروا معها يعني الفلفل العكري، الفلفل الاحمر، كل وحده دير اللي تحبوا. انا ما درت فيها حتى يعني لا فلفل لا حتى حاجه، فقط درتها كما راكم تشوفوا. حطيت فيها التوابل، هذه التوابل مدولها قو ما شاء الله بنين بنين بنين، يعني قد ما نحكي لكم عليها ما كانش تلقاوها البنات عن بالي. ماشي ديما يتوفر عندنا اللحم الاحمر، وماشي ديما يعني نشريوه. مره على مره هكا كي تكون عندك ضيافه، هذه فكره فقط تديها في الثاني بعد العيد كي يكون عندك اللحم تاع العيد، شهر رمضان الكريم. المهم البنات هذه وصفه تلقاوها يعني في المناسبات، تلقايها في العرضات، يعني وصفه راح تعجبك بزاف. هنا راح نغلقوا الكوكوط تاعنا البنات ونحطوها على النار. اول حاجه حطيها على نار متوسطه لمده 5 دقائق ولا 6، يعني حتى تبدا الكوكوط تاعك تصفر. من بعد نقصوا لها البنات لو مينيموم، يعني تنقصي النار اون يعني ما كانش تقريب تطفيها، يعني تبقى غير الشمعه كيما نقولوا حنا، تبقى غير الشمعه. بعد حوالي 45 دقيقه حليت عليها، يعني كي ضربتني هذيك الريحه تاع اللحم طليت لا يكون ساعه اللحم نتاعي نشف خلاص. كيما راكم تشوفوا هذوك السوائل كامل يا البنات راهم غير من اللحم، يعني اللحم تلقى السوائل تاعو، راني ما زدتلوش حتى قطره تاع الماء. راح نغلق عليها ونردها حتى نطيب ولا نتحصل على اللحم يكون يعني مجمر، يعني خليه حتى يتحمر تروح له كامل هذوك السوائل. كيما راكم تشوفوا اللحم نتاعي راهو زبده يا البنات، يعني اون ديري واكلاته في روستورون نتاع 5 ايطوال. هنا البنات راح نفوتوا لوجبه العشاء. حضرت معاكم هذا البريك العنابي، ولا ما كانش اللي ما يعرفش البريك العنابي ولا البوراك العنابي راح نحضروا معاكم. بالنسبه لهذا الديول راح نحطهم لكم باذن الله، غير يعني تصلح لي راح نصور معاكم الوصفه. ما تزيديش خلاص تشريهم، راح تحضريهم بسهوله لدرجه ما تصوريهاش، راهم شفافين خلاص البنات. فقط هنا الكاميرا شوي خانتني، يعني يجيوك ترونسبارون تخدميهم كميات كبيره، يعني ديري 5 يطيبوا مع بعضهم، صدقوا ولا ما تصدقوش، يعني ديريهم يطيبوا مع بعضهم من بعد تفصليهم بالحبه يجيوك ما شاء الله مطاطيين، ويجيوك يعني تقدري تخبيهم في الكونجيلاتور، وتقدري ما تعمريهم كيما ندير انا في شهر رمضان الكريم. دائما نعمر البوراك تاعي ونخبيه، يعني نخبي 30 حبه 40 حبه، ونجبد كل نهار نقليه، ولا نهار ما نكون مشغوله ولا مش قاعده نجبد هذاك البوراك تاعي نقليه من الكونجيلاتور بيه بالجليد تاعو، تحطيه في المقله يطيب لك يولي زبده ما شاء الله. من احسن الوصفات تاع الديول اللي حتجربيهم في حياتك، ماشي من احسن وصفه بدون منازع. هنا البلا جبت كميه تاع البطاطا اللي كنت شرشمتها، تبلتها بشويه تاع فلفل اسود وشويه تاع كمون وشويه تاع ملح. هنا بالنسبه للبطاطا كما راكم تشوفوا هرستها غير بالفرشيطه، تقدروا يعني تهرسوها بوش اسمه عفوا البنات بالسكرفاج ولا الرحايه. انا درتها غير بالفرشيطه باش تقعد لي يعني نورمال نوعا ما فيها شويه كتل تاع البطاطا. شكلتها حطيتها فوق الديول تاعي وخليت شويه تقعر في المنتصف، ولا خليت بلاصه باه تحكم لي الحبه تاع البيض، كسرت عليها الحبه تاع البيض. بالنسبه للوصفه هذه البنات راهي اقتصاديه، يعني ما درت فيها حتى حاجه زايده، درتها لوجبه العشاء، درتها مع الشوربه فريك تجيك بنينه لدرجه ما تصوريهاش. حطيت شويه تاع دبشه شويه تاع بصله وشويه تاع طوماطيش. بالنسبه لهذه الوصفه ثاني البنات خبيوها في عينيكم شهر رمضان الكريم. حطيت شويه تاع الجبن، تقدروا ديروا التونه، تقدروا ديروا الفيونداشي، ديري سكالوب، ديري واش تحبي، يعني كل وحده دير واش متوفر عندها في الدار. انا هذا اللي متوفر عندي طيبت لك باللي متوفر عندي، انا نمد لك الفكره وانت طبقيها كما يحب الخاطر تاعك. قلت لكم البنات هذه الوصفه من اهم الوصفات اللي مستحيل يخطيونا في شهر رمضان. عن بالكم باللي البوراك والبريك يعني وحده فيهم لازم تحضر على الطابله، تقدري ديريها يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا خير من الديول تاع الشرا، خير ما تشريهم، يعني كي تشريها مستحيل تتعاملي معها بهذه السهوله، غير تقيسيها تثقب معاك ولا تقطع. مي هذو ما يتثقبوا ما يسيحوا ما والو، يجيوك مقرمشين ويبقاو لك النهار كامل، يعني ديريهم الصباح لليل يبقاو مقرمشين، صدقوني والله يبقاو لك مقرمشين يعني الاطول مده. هنا البنات بالنسبه للنوعيه الثانيه ولا الحبات الاخرين كيف نديرهم،
ندير فيهم حبه تاع البيض، ندير رشه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الاسود، ونحط معاهم الجبن وشويه تاع دبشه ونغلقها ونطيبها. هذه ملسوقه، احنا يعني معروفه عندنا يقولوا لها الملسوقه. ما نعرف نتوما تعرفوها ولا لا؟ اللي ما تعرفهاش تجربها وترد لي بالخبر، تجيكم بنينه والله تشهي. انا الزوج تاعي من الناس اللي مدمنين عليها، مستحيل ندير في رمضان يعني ما نديرلوش ملسوقه. تخيلوا 30 يوم تاع شهر رمضان ب 30 يوم تاع حبه ملسوقه ليه هو وحده، يعني تخيلوا. احنا اللي نديروا الازمات تاع البيض يعني في الجزائر. المهم حني غير نضحك معاكم البنات ونقصر معاكم، نتوما ثاني قصروا معايا. هنا البنات كما راكم تشوفوا نحيت شويه من الجنب تاع بما انه الحشوه تاعي كما شفتوها يعني ما فيهاش بزاف المكونات، حطيت غير شويه، نحيت غير شويه من الجنب وحطيتهم يطيبوا. كما راكم تشوفوا البنات بعد ما طابوا النتيجه رائعه جدا والله، مقرمشين يا البنات، يهبلوا ان شاء الله غير تجربوهم وتذوقوهم بالطريقه تاعي. راح نقطعها معاكم، يعني المقطع العرضي تاعها ما شاء الله ابداع فقط، يعني سبحان من خلق وصور ما شاء الله. من ابن الوصفات انا يعني وانا نخدم في المونتاج والله يعني العابسه يعني نموت عليه هذه الحوايج نتاعنا ولا هذه الوصفات الجزائريه الرائعه جدا. ما نعرف كيف كانوا يعني اجدادنا ما شاء الله اذكياء للدرجه هذه باش يديروا لنا وصفات يعني نفتخروا بها قدام الامم. هنا ما شاء الله يا البنات يعني الملسوقه ثاني جات بنينه تهبل هكذا، حتى يعني كل وحده دير العدد اللي تحبوه، كل وحده دير على حسب عدد الافراد تاع العائله تاعها. زينتهم بشويه تاع شلاطه كيما راكم تشوفوا، نحط معهم شويه تاع الليمون، مام الزيتون. البنات اللي عندها الزيتون تحط الزيتون وتغمض عينيها ما شاء الله تجيب لينا بزاف بالزيتون. مي انا ما كانش متوفر عندي حطيتها، يعني كل واحد يطيب بالمتوفر عندهم. كما راكم تشوفوا البنات الحبات كامله راهم قدامكم، كل شيء بالمصداقيه، كل شيء راني نحطه قدام الكاميرا، كاين الحاجه المليحه كاين الحاجه اللي مش مليحه. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه، وخليونا نفوتوا ونحضروا مع بعضنا الشوربه اللي راح ترافق هذه الوجبه اكيد. هنا البنات راح نجيب شويه تاع طوماطيش تاع الحبات. بالنسبه للطوماطيش اللي عندها الحبات الكبار دير الحبات الكبار، ديري زوج حبات ولا حبه تكون كبيره. بالنسبه ثاني البنات انا طريقتي في الشوربه ما تتبدلش، بالنسبه للشوربه تاعي اللي ذاقها كامل يقول لك الشوربات تاعها ما شاء الله والله من ابن الشروبات، يعني اللي الناس كامل يشكروهم. جامي قال لي واحد يعني ولا واحد ما عجباتوش الشوربه تاعي، ديما تجيبني انا خاصه يعني في شهر رمضان الفضيل ولا في غير، يعني من الناس اللي ندير الشوربه مام في الايام يعني ماشي شهر رمضان وماشي شرط المناسبه. انا نحب الشوربه فريك نحبها بزاف، يعني غير نقعد تطق في راسي نروح نجري نديرها. راح نجيب حبه تاع ولا زوج حبات تاع بصل يكونوا صغار شويه، اللي عندها حبه متوسطه كل وحده دير يعني على البصل على الكميه اللي تحبها. انا الحبات كما راكم تشوفوا الحبات نتاعي كامل تاع الخضر راهم صغار، راح ندير حبه تاع بصل متوسطه الحجم كما راكم تشوفوا قطعتهم فقط صغار، راح نديرهم في لاشوار. نتوما كل وحده ولاشوار تاعها، كل وحده تعرف لاشوار تاعها كيفاه يعني تصلح لها باه ترحي. راح نزيد لها هنا كميه تاع الثوم، يعني على حسب الرغبه كل وحده دير الكميه اللي مرفع ديرها. انا كما راكم تشوفوا درت حوالي 6 سنات تاع الثوم، راح نسكرفجهم يعني حتى نتحصل على قوام يكون ناعم، ولا عفوا نرحيهم حتى نتحصلوا على قوام يكون ناعم، يعني نرحيوهم مليح هكذا باه يعني تجيك الشوربه تاعك ما يكونوش فيها هذوك يعني البقايا ولا الزوائد اللي يسمطوا لك الماكله. بالنسبه للبنات اللي حابين يشوفوا راح نحط معاكم فيديوهات فيها الاجهزه تاع المطبخ اللي راح تستفادوا منهم، ولا الاجهزه اللي يعاونوك بزاف في المطبخ. اللي حابه يعني تشوف الفيديو تخلي اشتراك ومتابعه للقناه باذن الله، راح نحط لكم كامل المعلومات بالنسبه للاجهزه عفوا اللي كامل استفدت منهم، واللي ثاني شريتهم وما ندمت فيهم ولا شريتهم وما لقيتش فيهم الفائده راح نشاركهم معكم باذن الله. راني ديجا صورت فيديو فقط قضيه وقت ونحطهم معكم تشوفوا وتستفادوا، خاصه الناس اللي تحب تعمر دارها ولا توجد رمضان الكريم راح ان شاء الله يفيدوك بزاف. حتى الماء راح نشرحكم يعني لواش يعني الحوايج اللي لقيتهم والحوايج اللي شريتهم وندمت عليهم ولا طيشتهم في الكوتي. هنا البنات راح نجيب الكوكوط تاعي اللي حنطيبوا فيها اكيد، ونبداو نحطوا المكونات نتاعنا يعني بالترتيب كل وحده يعني تجيب الطنجره اللي حطيب فيها. يعني مادام رانا نديروا الشوربه تاعنا بالدجاج نتوما تقدروا ديروا مام في الكاسرونه ماشي شرط ديري في الكوكوط. هنا البنات راني حطيت شويه تاع زيت كي كنت نرحي في البصله، هنا راح نزيد شويه حوالي ملعقه ولا زوج ملاعق تاع زيت، راح ندير كويسه تاع الدجاج. هنا البنات بالنسبه للكويس بالذات لواه نخيروا لانه فيه ما شاء الله الكو تاع الشحمه ولا يكون ميدم نوعا ما، والشوربه تحب شويه ليدام ماشي كيما سكالوب، يعني كي طيبي بسكالوب يعني يجيك ناشف ما تجيكش كامل هذيك الكو تاع الدجاج. مي كي ديري بالكويس عفوا
يجيك بنين. يعني الكويس يطلق بزاف البنه. راح نحطوا هذاك الميلونج تاعنا تاع الخضر اللي هي البصله والثوم والطوماطيش الحبات. اللي حبت دير فيها حبه تاع فلفل تحط الحبه تاع الفلفل. انا ما درتش فيها الفلفل هنا في هذه يعني في هذه المرحله، وانتم تقدروا تزيدوا تسكرفجوا ولا ترحيوا معاهم حبه تاع فلفل. راح نقليوهم يعني نقليو المكونات مع بعضهم حتى تذبل لك هذيك البصله، يعني تطلق البنه تاعها وتتنحى منها الطعمه تاع البصله النيه. راح نحط لهم ملعقه كبيره ونصف تاع الطوماطيش المعلبه. هنا بالنسبه للطوماطيش المعلبه البنات انا ندير مغرف ونص، نتوما تقدروا تنقصوا شويه لاني انا ندير الشوربه تاعي حمراء، لاني نحبها يعني حمراء بزاف. نتوما تقدروا تنقصوا الكونتيتي تاع الطوماطيش. هنا بالنسبه للطوماطيش كنت نستخدم اعمر بنعمر، يعني كي كانت متوفره. مي حاليا راني نخدم بالحاره، يعني هيك دابا تشوفوا حتى لي مارك اللي نحطهم. ونرجعوا دائما الحبه تاع جومبو ما نستغناش عليها، راح نحطها باه تزيد لي في البنه لا اكثر ولا اقل. هنا عندي فلفل احمر حار، عندي شويه تاع كركم، شويه تاع فلفل اسود، وشويه تاع كمون والملح اكيد. او نخلطوا المكونات مع بعضهم. يعني ما تخافوش التوابل ما راح ينحرقوا ما يصير لهم والو، لانه مازال يعني لاصوص تاعنا ولا التوابل تاعنا راهو مازال فيهم الماء، يعني مازال ما نشفتش هذيك البصله من الماء تاعها كامل، ما راحش ينحرقوا. هنا البنات راح نحط الفريك تاعي ولا الدشيشه تاعي تاع الفريك. بالنسبه للفريك البنات النقطه المهمه اللي حنقوله لكم اغسلوه، يعني اغسلوه وعاودوا حتى تنحيوا له كامل هذوك الزوائد ولا هذوك يعني الشوائب اللي فيه، يعني نغسلوه مليح حاولي 3 مرات حتى يخرج لك الماء تاعك يعود صافي. في هذيك المرحله راح تنصبي به وخليوه شويه البنات حوالي 5 دقائق باه يعني يتنفخ ولا يتشرب مليح الماء. من بعد نقليوه مع هذوك التوابل باه تجيك الشوربه تاعك خاطره ويطلق هذاك يعني الخثوريه تاع الشوربه. هنا درت لها ربطه تاع دبشه ولا تاع معدنوس حسب الاختيار، وحطيت حبيبه تاع فلفل. بالنسبه للفلفل انا ما نديرش الفلفل حار بزاف، يعني هكذا باه يقدروا ياكلوه الكبار والصغار. راح نمرقوا بالماء سخون. هنا البنات يعني انا درت فلاشوار باش نكمل كامل هذيك الخضره اللي فيه، وانتم ديروا ديريكتومون الماء سخون حتى يعني ان نحاولوا نديروا الكميه تاع الشوربه باه من بعد ما نزيدوش في الماء. يعني ديروا الكميه اللي توالم من الماء باش من بعد ديروا حسابكم اللي راح ينشف نوعا ما الماء. ديروا حسابكم باه من بعد ما تزيدوش تخلطوا فيها الماء تفسدوا كامل هذيك الشوربه تاعكم. ونديروها على نار متوسطه نغلقوا عليها الكوكوط، يعني كي تبدا تصفر نقصلها في درجه الحراره نوعا ما، يعني نقصوا لها درجه الحراره ونخليوها تطيب يعني حوالي نصف ساعه حتى هذاك الدجاج تاعك يطيب. اذا لقيتي الدجاج تاعك طاب قبل الشوربه قبل ما يعني توصل للخثوريه ولا توصل للقوام اللي تحبيه، نحي الدجاج باه ما يفسدلكش ولا ما يذوبش، ومن بعد كمليها حتى توصلي يعني للشوربه اللي تحبيها. هنا البنات بعد ما طابت والله واحد البنه واش حنحكي لكم ونديري راكي تاكلي فيها من عرس تاع شاف كبير. هنا البنات جات بنينه يعني هذه الشوربه يعني اللي نعتمدها دائما، والوصفه هذه ديروها وعينيكم مغمضين وما تبدلوهاش البنات، والله من ألذ وأبن يعني الوصفات تاع الشوربه ولا تاع الجاري اللي حتجربوهم. هنا البنات نحط ديما الدجاج ونحط يعني كاين اللي نحي الدجاج من الشوربه، مي انا ما نحبش نفتفتو وما نحبش نحي باش هكذا يعني يقعد مرسو واحد. من بعد قسميه كيما تحبي ولا كيما يحب يعني على حسب الافراد تاع العائله تاعك. هنا البنات تقدروا ديروا باللحم الاحمر ديري بالداند، يعني هنا انا درت بالدجاج وانتيا يبقاو الاختيارات عندك غير يعني محدوده، كل وحده اللي متوفر عندها المرسو اللي متوفر عندها دير به. نزينوها بشويه تاع دبشه ونقدموها بالصحه والعافيه، وان شاء الله تجربوها للمره الثانيه والثالثه يعني نشكرها لكم ونعاود نشكرها لكم. جربوها وردوا لي رايكم في تعليق، وان شاء الله تكون الوصفه تاع نهار اليوم يعني تستفادوا بها في شهر رمضان الفضيل، لاني نحاول نمد لكم هذه الايام كامل الوصفات اللي تلقاهم في شهر رمضان الفضيل هكذا، يعني باه يعني الوحده توجد الافونس ولا تلقى الوصفات اللي يولموها تخبيهم اكوتي، يعني يعني ديما كي تحتاجهم تلقاهم. هنا في السهريه البنات حبيت ندير معكم يعني سني والله الله نقصروا بها. جبت شويه حلويات كامل من المتاجر تاعنا الجزائريه، يعني غير حوايج عادي، يعني غير حوايج تاع 1000 او يعني ماهمش حوايج غاليين. والمهم نقصروا بهم كما راكم تشوفوا البنات. نوعت شويه في الحلويات شويه في هذوما يعني اللي يجيو جيلاتين كل واحد. المهم البنات نوعت لكم باه يعني نفوت بها القصرة مرة على مرة. الواحد يعني يحب يفوت القصرة، ماشي لازم يعني غير تولدي ولا غير ديري الولاد صاي تنتهي حياتك انت ثاني تبقى فيك هذيك الطفلة الصغيرة اللي تحب يعني ديما تحب تتقلش. كما راكم تشوفوا البنات هذوما هذا الشوكولا ولا هذا الكوفريت يا البنات واش بنين والله ما شاء الله بنين بزاف. المرة الجاية بربي نحط لكم المارك تاعو يعني نبينها لكم مليح عفوا نعاود نشريه عجبني بزاف بنين. وحطيت هنا شوية تاع شمينغوم، يعني هذوما كي تكوني تتفرجي انت
الزوج تاعك ولا انت والولاد تاعك، يعني ماشي شرط غير الزوج تاعك، حتى الولاد تاعك يعني يشاركوا معاك. هنا جبت وحده مومنت البيضه نموت عليها، وهنا عندي الشوكولا نوار، الزوج تاعي يحبها بزاف، فقط يعني زينتهم في هذا البلا اللي كنت يعني ديجا شريته من احسن، يعني هو بعد يعني نوصيكم ولا ننصحكم به، تلقاوه بزاف في المناسبات، تلقاه يعني تحطي به هكذا في السهريات، يعني ينوع لك، يعني ما شاء الله هذا البلا يهز بزاف، يعني انواع تاع الحلويات تقدري ديري من فيه المكسرات، ديري فيه واش تحبي. هنا البنات قلت لكم درت شوكولا بيضاء فيها يعني من الداخل فيها يعني هذيك جايه كالنوتيلا من الداخل، ومن البرا جايه في البيض مليحه بزاف. هنا جبت البنات درت الزريعه البيضاء اللي نشتيها انا نموت عليها، نشتي هذه المقشره، يعني كاين هذيك النوار اللي تجي نوار من برا، ما نشتي هذه المقشره ولا جوبونس مقشره ولا النوعيات تاعها. المهم انا هذه هي اللي نموت عليها. عمرت سحنه ولا سحينه على كل حال البنات راني مانيش يعني تتخيلوا ناكل هذه الكميه كامل في فرد نهار، يعني يدخلك السكر اون ديريكت، راني نكونسوم يعني الكميه اللي نقدر نكونسوميها والباقي نخبيه. هنا درت شوي انواع تاع الشيبس، انا ثاني من عشاق الشيبس، يعني ما شاء الله نحب ونموت عليه، يعني جيبي لي اي نوع تاع شيبس ولا اي نوع تاع المهبول، هذو كامل نحبهم كامل نموت عليهم. جبت هذو ثاني يجيو طوال، يعني هذو ما مليح للولاد الصغار لانهم ما يجيوش يعني ما يجيوش قاسيين ولا ما يجيوش فيهم هذيك البطاطا اللي تجي قاسحه، يعني بنان بزاف تلوحهم غير في تلوحهم في فمك يذوبوا. هنا درت زوج انواع البنات، وحده بالفرماج وحده بالحار. مام هذا الصحان البنات ملاح اللي لقيتهم تشريهم والله متعددي الاستعمال جدا كما راكم تشوفوا، حطيت فيهم يعني ما شاء الله يواتي ولا يمدوا ما شاء الله منظر شباب بزاف، يعني من ما همش غاليين، وقت هذا كي شريتهم ثاني ما همش غاليين، وفي نفس الوقت الاستعمالات تاعهم عديده. هنا كما راكم تشوفوا البنات حطيت ما شاء الله الانواع، وجا في بالي هذه المثلجات والياقورت كليتهم. ونلتقي في فيديو